كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في شارع هادي، في زرع وطيور بتغني. كانت في بنت جميلة صغيرة اسمها ليلى، عندها 8 سنين. ليلى كانت رقيقة جدا، بس كانت دايما خايفة. بتخاف من الضلمة، بتخاف تمشي لوحدها، بتخاف تدخل امتحان. حتى لما تسمع صوت كلب من بعيد بتنط في حضن ماما. في يوم بعد ما النور قطع في الشقة، ليلى جريت تعيط وقالت: أنا خايفة، أنا مش بحب الضلمة، مش عايزة أبقى لوحدي. مامتها حضنتها وولعت شمعة، قعدت تحكي لها حكاية. قالت لها: يا ليلى، عارفة إن في اسم من أسماء ربنا بيخلي القلوب تطمن وبيطرد الخوف؟ اسمه المؤمن. ليلى مسحت دموعها وقالت لمامتها: يعني ايه المؤمن يا ماما؟ فمامتها ابتسمت لها وقالت لها: يعني ربنا هو اللي بيأمننا، بيحمينا، بيطمن قلوبنا، هو اللي بيخلينا نحس بالأمان حتى لو حوالينا ضلمة أو خوف. في نفس الليلة نامت وحلمت إنها في غابة كبيرة، والدنيا ضلمة، مفيش غير صوت هوا بيخوف وصوت شجر بيتهز. كانت ماشية وخايفة، مش عارفة ترجع البيت. وفجأة طلعت حاجة من بين الشجر، عيون بتلمع. فليلى صرخت، بس قبل ما تعمل أي حاجة سمعت صوت جميل ودافي وهادي بيقول: ما تخافيش يا ليلى، أنا معاكي، أنا المؤمن. وفجأة الدنيا نورت وظهرت نجوم في السماء، والشجر سكت والعيون اختفت. فبصت ليلى للي جنبها، لقت راجل جميل لابس أبيض ماسك عصاية من نور، وقال لها: كل ما تحسي بخوف قولي: يا مؤمن، يا مؤمن، وربنا هيطمن قلبك. سألته: هو فعلا هيسمعني؟ رد عليها وقال: ده هو اللي خلق قلبك، وهو أكتر واحد يطمنه. هو المؤمن اللي بيأمن خلقه ويأمنهم وبيحفظهم حتى في أضعف لحظاتهم. فليلى ابتسمت والأول مرة ومسكت ايده ومشيت في الغابة وهي مش خايفة خالص. صحيت ليلى الصبح والابتسامة على وشها. مامتها قالت لها: صحية مبسوطة، نمتي كويس؟ فردت عليها ليلى وقالت لها: أنا كنت في غابة وكانت مخيفة، بس كان ربنا معايا، اسمه المؤمن، خلاني مش بخاف. ومن يومها بقيت ليلى تقول لما النور يقطع: أنا مش لوحدي، ربنا معايا. لما تدخل امتحان تهمس وتقول: يا مؤمن ثبت قلبي. ولما تسمع صوت يخوفها بتقول: يا مؤمن أنا في أمان. وبقت هي نفسها مصدر أمان لأصحابها، بتواسي اللي بيعيط وتطمن اللي خايف، وتقول لهم: اللي يعرف اسم الله المؤمن مش بيخاف. تعرفوا بقى يا أطفال يا حلوين، الحديث عبد الله بن عباس لما أتوا النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تغض وأن تعطوا من المغنم الخمس. أما اسم الله المؤمن ففيه معاني كتير، لأنها كلها من معاني الكمال اللي اتصف بيها رب العزة والجلال. ومن حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه
أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالمؤمن في أسماء الله هو الذي يصدق في وعده، وهو عند ظن عبده لا يخيب أمله ولا يخذل رجاؤه. يعني كل واحد فينا لما بيدعي ربنا بحاجة إن كانت خير وظنه في ربنا خير، فربنا مش هيخيب أمله أبدا، وهيديله الحاجة اللي هو بيتمناها. ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. واسم الله المؤمن بيدل على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والعدل والحكمة والعظمة والقوة والقدرة والعزة والسيادة والرحمة، على اعتبار ان الأوصاف لازمة للمؤمن اللي بيصدق في قوله وفعله، واللي بيصدق مع عباده المؤمنين في وعده، ويصدق ظن عباده الموحدين ولا يخيب أمالهم، والذي أمن الناس ألا يظلم أحدا من خلقه، وأمن من آمن به من عذابه. وحديث عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، وذكر في دعائه: اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي موقف عظيم في حياة ستنا عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك بيدل على توحيدها لله في أسماء الحسنى. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول.
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني. والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاد. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى في أمرها ما يبرئها. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وبس كده، توتة توتة، خلصت الحدوتة.